ميسي واحد من أحرف وأعظم اللعيبة اللي جت في تاريخ الكورة ده، إن لم يكن أفضلهم من وجهة نظر. يعني اللاعب ده حقق بطولات كتير جدا جدا، سواء بقى مع المنتخب أو مع الأندية اللي لعب لها. وعلشان بس أقولك على البطولات دي فمحتاج فيديو كامل بقولك فيه بس على البطولات اللي ميسي حققها. ولكن الأرجنتين بقى اللي هي بلد ميسي ما بتعترفش بالكلام ده. مهما ميسي حقق من بطولات وجاب جوائز وكسر أرقام، فهي بتقوله حاجة واحدة: ما جبتلناش كاس العالم. الموضوع ده بقى سبب عقدة عند ميسي. مع كل مشاركة كاس عالم ميسي كان بيدخلها، حرفيا ميسي كان بيجيب آخره في البطولة دي بالذات، وبطولة قطر الأخيرة بتأكد الكلام ده. بص كده على احتفاليات ميسي بعد أي هدف بيجيبه في كاس العالم. مش مجرد شخص بيحتفل إن هو سجل هدف في كاس العالم وإنه سجل هدف لبلاده والكلام ده، لا لا لا، الموضوع أكبر من كده. ده احتفاليات واحد بيحاول ينتصر على حرب كاملة ضده، وعايز يكسب الحرب دي علشان يستريح من كمية الضغط اللي عليه. من وجهة نظري دي أعظم نهاية لاعب كرة قدم في التاريخ. لاعب دخل مجال كرة القدم ده وهكره حرفيا كده، فاز بكل حاجة ومسك الختام بإنه كسب كاس العالم. شيل 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 يا طويل العمر شيل.